السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور القاضي من مطبخ نور القاضي. انا النهاردة صحيت بدري ولازم افطر، وجايلي بقى فكرة ان انا اكل الفطار اللي كنت باكله من جدتي. تعالوا بقى جربوه معايا. الفول زبدة، والطعمية مقرمشة وعسل، والبيض منغنغ في السمنة البلدي، شوية سلطة حلوين ومعاهم بطاطس حلوين كده، وحمرتلي في الفلاية وجبنه بالطماطم والخضار والزيتون. وياه ياه ياه على الاكل. طبعا انتوا شايفينه بيتكلم. دلوقتي جبت طاسه سخنه وحطيت عليهم معلقه سمنه، ونزلت عليها بالثوم، هنشوح الثوم كده، واول ما ياخد لون هننزل عليه بالتوابل. ادي كمون، فلفل اسمر، كزبره، مرقه. هتقولي لي حطيتي مرقه ليه؟ هقول لكم انا بحبها كده، وجربوها وقولوا لي، مش تخسروا حاجه. طبعا الفول ده غير التقليد اللي احنا بناكله، يعني حاجه كده بره القاعده، بعيدا خالص. انا ما حطيتش ولا زيت حار ولا حطيت طحينه ولا حطيت اي حاجه من احنا من الفول المعروفه عندنا. انا عامله فول بالخضار بس، ايه، قشطه. حطيت عليهم شويه خل، هتشمي بقى ريحه في الوقت ده هتخليكي يعني جعانه، دي كلمه قليله. نزلت عليهم بقى بالطماطم المتقطعه، مقطعاها صغير. انتي بتعرفي تقطعيها اصغر من كده براحتك عادي، بتقطعيها اكبر من كده برضو عادي. هنشوحها كده معاهم، وبعدين هنزل بقى بالفلفل والبصل على فكره انا اكتر واحده ممكن تشوفيها في اكلها بتحط خضار. انا بحب الخضار قوي يا جماعه، يعني بحب ادخله في كل اكلي وبكتير. حطيت ملح، قلبت بقى كل ده. اول بقى بينزلوا الصوص بتاعهم كده، ننزل بقى عليهم بالفول. الفول انا هقول لكم طريقته، هنزل لكم الفيديو ليه. هو مش حاجه يعني، مش كبير، بس هو مميز يعني، وانا بعمله في البيت وبحطه بقى في كيس واحطه في الفريزر، ولما اكون عايزه اطلع واستعمل. احلى 100 مره من بره على فكره. ما عادش الناس امينه قوي ان هي تطلع الفول، حتى الاماكن النظيفه والاماكن الهاي والله ما بيطلعوا الفول، وبيحطوا عليه حاجات يعني مش لازم نقول. بس الفول مش بيطلعوه فول صافي زينا، يعني مش بيبقى فول متدمس زي ما احنا بنعمله في البيت خالص. حطيت عليه شويه ميه. جماعه انا بحب اتكلم بالتلقائيه، مش بحب يعني اتصنع والكلام من ده واقعد اقول كلام كتير. انا بتكلم معاكم عادي. اضربي بقى في الخلاط، في الهاند بلندر، الكبه عندك، الهراسه اللي بتهرس في الطاسه عادي على طول مره واحده، اي حاجه بالشوكه، يعني اي امكانيه عندك عادي. انا مش بحبه مهروس قوي، ومش بحبه صحيح قوي، نص نص كده.
يعني احب اكل الفوله بس الفوله مش باينه قوي. طبعا الخيار ما بيتحطش على النار، فبعد ما خلصت خالص نزلت بقى بالخيار وعصره الليمون وكده. الطعميه برضو هنزل لكم الطريقه. الطعميه دي انا عاملاها في البيت، حطيت عليها شويه كزبره ناشفه وحطيت عليها الملح وحطيت عليها بيكنج باودر او كربوناتو وبيضه. في ناس ما بتحبش على فكره تحط طعميه بيض، انا بحب الطعميه عليها بيض. ممكن انت عادي ممكن تستغني عن البيضه تطلع حلوه ومقرمشه. انا حطيت حبه واحده من البيض. رشه فلفل اسمر عشان البيض والزفاره. طبق كده فيه ميه، والطاسه طبعا اللي بنقلي فيها الطعميه، وتبلي ايدك ميه والمعلقه ميه وتحطي الطعميه كده وتقومي عامله كلها تطلع شكل واحد كده زي ما انا بعمل. ولا تقعدي بقى تبططي الطعميه وتفرديها وتطلعيها قرص هي كده اسهل حاجه وجميله. تلاقي الطعميه بقى دلوقتي كبرت عشان انا حاطه فيها بيض. طبعا الطاسه دي انا سايباها كده للطعميه، دي احلى طاسه ممكن تطلعي منها بطاطس وطعميه على راي ام خالد. فعلا يا جماعه والله الطاسات دي ما يعني كنز في المطبخ. بس طبعا لازم تغسليها، يعني ما تسيبهاش كده، تتغسل عشان طبعا الامراض والزيت يتغير اكيد. بس هي الفكره في الطاسه دي حته كده نونو اتبقت من الطعميه، يعني صعبت عليا اسيبها. الله بقى على اللون الذهبي المقرمش بقى، الله. نيجي بقى للبيض. البيض معروف طاسه سخنه، سمنه بلدي او سمنه عاديه او زبده كتير، وننزل عليهم البيض وما نقلبش كتير، يا دوبك نفضل نعمل دواير كده عشان نسيح بس صفار البيض. وكل ما تعمل من الاطراف تلم من الاطراف نلف عليها وندخلها لجوه. كل ما تلم من الاطراف نلف بالمعلقه وندخل الاطراف دي جوه عشان كله يستوي وما تتحرقش من الاطراف. بس احنا متقلبيش كتير، يعني مش اللي هو تك 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 بسرعه كده، لا البيض مش هيطلع حلو. وما بتحطي ملح، ما تحطيش الفلفل الاسمر وانتي بتعملي. الفلفل الاسمر في الاخر خالص. انا لو حطيت رشه ملح اهو، القلب لسه فيه ميه، بصي يا دوبك، بصي الحتت اللي فيها لسه سايل بتقطعيها كده وتخليه هو يستوي ويملي الفراغات اللي انتي عملتيها. خلصنا البيض. طبق سلطه بقى اهو، شويه بطاطس حمرتهم، جبنه قريش على جبنه دبل وعليهم شويه خضار وزيتون وزيت. ادي البيض وعليه الفلفل الاسمر. طبق الفول ده معلوش ولا طحينه ولا عليه زيت حار، فول بالخضار. وادي الاكله. الفطار ده تاكليه كده وتشربي بعده كوبايه شاي وتخشي تنامي تاني. والف هنا وشفا، وجربوها وقولولي.